وصفة النهاردة قطعة من الكيك وألذ من البسكوت تحفة. اللي هيجربها هيدعيلي من حلاوتها. في الأول عندي هنا بيضتين هنزل عليهم بكيسين من الفانيليا وكوباية من السكر وهقلب كله مع بعضه لغاية لما الخليط يبيض معايا خالص. وبعد كده هنزل عليه بنص كوباية من الزيت وهرجع أقلب تاني، وبعد كده هنزل عليهم بكوبايتين ونص من الدقيق وكمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة ملح وهقلبهم مع بعض. انا مش بعجن، وبعد كده بقسم العجينه اتنين، النص الاولاني بنزل عليه بمعلقه كبيره من الدقيق والنص التاني معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، وهقلب العجينة مع معلقة الدقيق والتانية مع معلقة الكاكاو، وهقسم كل عجينة لأربع أجزاء بالشكل ده. وبعد كده هبرمهم وأحطهم جنب بعض بالشكل ده، وهعمل واحدة شوكولاتة وواحدة فانيليا وهلفهم على بعض بالشكل ده. وبعد كده هتنيها وارجع الفها تاني وهظبطها على قد الصينية بتاعتي وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة وهحطها على الرف الأوسط. هتقعد حوالي 15 دقيقة، وأول ما تخرج من الفرن هسيبها تهدى خالص، وبعدين هنزل عليها بشوكولاتة مطبخ أنا مسيحاها